تعالوا كده نتعلم نمشي بشوية مبادئ في حياتنا. يمكن لو بعضنا طبقها، يعني مش هقول الدنيا تتغير. يعني كل حاجة بتبقى مكتوبة، وكل زمن بيبقى يعني ليه حاجات مختلفة عن الزمن اللي قبله. تعالوا كده كل واحد يبتدي يغير من نفسه، نمشي كده بشوية مبادئ نطبقها في حياتنا. ان فعلا فعلا يعني انا حاسة، مش حاسة، انا شايفة، مش حاسة بس، الناس بقت وحشة قوي مع بعض، بقوا سيئين قوي مع بعض. الشعور كله بيفكر في نفسه، لا، اللي يفكر يأذي التاني اكتر هو اللي هيكسب. الناس بقت ماشية بالمبدأ ده. يعني تعالوا كده نخلي في بركة عندنا، في طمأنينة، في رضا. يعني لو معاك فلوس، ادي من الفلوس القليلة اللي معاك دي لحد محتاج. يمكن يعني هو كمان يبقى محتاجها اكتر منك. اعتبروها صدقة. يعني الصدقة مش هتقلل حاجة، بالعكس، انت هتحس ان اللي معاك زاد. لو محتاج حب، ادي حب من غير ما تكون مستني مقابل. لا، مش اللي هو انا عامل اللي قدامي ده وحش طالما هو بيعملني وحش. خلي دايما في زي امتنان، دايما كون ممتن للشخص اللي قدامك. خلي فيه تقدير. في المثل بيقولك ايه، قدر تتقدر. لا، مفيش حاجة اسمها قدر تتقدر. قدر اللي قدامك حتى لو انت ما تعرفوش، مجرد ان هو عمل حاجة، مش شرط يكون عشانك. بلاش صيغة انا ونفسي نفسي. ليه؟ محتاج تتسمع؟ تعبان؟ مخنوقة؟ محتاجة حد يسمعك؟ طب مش يمكن لو سمعتي حد اقل منك ترتاحي، تحسي ان انتي في نعمة؟ مش يمكن؟ جربوا دايما تبصوا للي اقل منكم، هترتاحوا. متقعدوش تبصوا دايما على البلوجر والناس اللي على الانترنت انا عايزه اقول لكم يعني الموضوع مرهق ومتعب جدا جدا جدا، وفيك جدا جدا جدا. في ناس محترمه، لكن بلاش دايما يبقى فيه تطلعات زياده عن اللزوم. ان الموضوع متعب قوي 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 قوي. وديكوا زي ما انتوا شايفين، كله مشاكل وحوارات، حاجات ملهاش اي لازمه. دوري دايما على اللي اقل منك. بابا بيعاملك وحش، ماما وحشه معاكي، بصي لحد ما عندوش بابا وماما وقد ايه هو بيتمناها. مش يمكن بابا وماما بيعاملوكي وحش ممكن من خوفهم عليكي، بس هم مش قادرين يعبروا عن مشاعرهم دي. دايما التمسي العذر، التمسي العذر دايما لكل حاجة، في كل حاجة. بس اوعى تنسى كرامتك. الكلام ده مع الناس الغريبة. دايما دايما لما يبقى معاكوا فلوس، يعني بيبقى في ناس كتير قوي غلابة قاعدين في الشارع. انا واحدة فكرت مرة في الفكر ده. الناس دي بتروح معاها ملايين وبيبقوا مليونيرات وبيطلعوا بيعملوا كده في الاخر على الناس عشان يلموا فلوس ويبقى معاهم ملايين. والله احنا بنطلع بنية كويسة، وبعدين يعني ندور، ما في ناس كتير بتبقى فعلا محتاجة، وكل واحد وبيبقى ليه نظرته. ياما بنقابل ناس فعلا بتبقى محتاجة، وياما بنقابل ناس ما بتبقاش محتاجة. محدش عارف، بس ربنا بيعامل على اللي جواك، بيعامل على النية اللي انت اتعاملت بيها. انت اتعاملت بنية انا مطلع ده صدقة، انا بعامل اللي قدامي بحب، انا بعامل اللي قدامي كويس، انا بعامل اللي قدامي من غير ما يكون جوايا ليه اي كره او اي ضغائن. صدقوني، لو اللي قدامكم ليه نية سيئة ليكوا، او اللي قدامكم نصاب، او اللي قدامكم حرامي، او اللي قدامكم شخص وحش،
صدقوني ربنا مش بيسيب، وحياة ربنا ربنا مش بيسيب، ربنا دايما بيعامل على اللي جوه وبيكافئ على اللي جوه. دايما حطوا دي في بالكم. يعني استوقفني آه، الفيديو اللي كان منتشر اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا بتاع اللي هو الفعل الفاضح في الطريق العام. انا مش هبرره لانه هو ملوش تبرير، هو شيء غلط وقلة دين وقلة تربية، لكن اللي صوره كان أسوأ من اللي عمله كده، لأنه فضح ناس أو فضح اتنين ملهمش أي ذنب. هو لو كان خد بعضه ونزل من بيته ومسكهم هما الاتنين وضربهم، يعني بيتهيألي ان هما ما كانوش هيكرروا الفعل ده تاني. كان اهون من انه صورهم ونزلها على السوشيال ميديا وكل الناس اتفرجت بالمنظر ده. على فكرة كل فيديو بيتنشر هو بياخد بيه ذنب كبير قوي عند ربنا. هما غلطوا غلطة مرة، اتحبسوا، اتقبض عليهم، بس هي غلطتهم مرة، انما هو غلطته 1000 مرة. بعدين في حاجة تانية مهمة قوي، آه يعني اتمنى اننا نرجع لديننا تاني. يعني انا شايفة ما بقاش في دين. يعني مش هقول روحوا صلوا واقروا قرآن وايه التزمت ده، انا هتكلم عن نفسي. انا واحدة مش منتظمة في الصلاة، كتير قوي بقطع فيها. اللي بقدر ان انا ممكن بصوم، بحاول اكون منتظمة في الصلاة، احاول اصلي، بس ماشية بمبادئ. ما غلطش في حد، ما هنش حد، ما قللش من حد، دايما اساعد اللي حواليا، ما كنتش انانية في تصرفاتي، دايما ادي من غير مقابل. وصدقوني والله العظيم والله العظيم ربنا بيكافئ وبيعوض. اوعوا تفتكروا ان اي موقف اتخذلتوا فيه او اي موقف اتوجعتوا فيه بيعدي كده، لا، طول ما انتوا نيتكم كويسة دايما ربنا بيكافئ عن النية وبيدي على اللي جوه. في بقى من الشباب بتوع دلوقتي هيجي يقولك ايه نية؟ نية ايه يا عم؟ هو في حاجة اسمها النية وربنا هيعاملك على النية وبتاع؟ سلم لي على النية والجو اللي هو بتاع الشباب ده، مفيش حاجة اسمها كده. ربنا لا يغفل ولا ينام بجد. اللي بيعمل حاجة بتقعد، عملت خير هيقعد، عملت شر هيقعد. من يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ان وانت بس وتعاملوا كويس، والله هتلاقوا يعني الموضوع اختلف تماما. دايما نتعامل بود مع اللي حوالينا، دايما نتعامل بامتنان، نتعامل بحب، نتعامل بشكر، نتعامل بروح طيبة. ليه كل حاجة اللي هو زي الترند العجيب ده، لو انتش واجري، اخطف واجري كأن خلاص ده اخر يوم ليا. يا جماعة يعني مش هقدر اقول ان انا هغير الدنيا، بس اتمنى كل الناس اللي هتسمع الفيديو ده تحاول تراجع نفسها، تقعد كده قاعدة مع نفسها، تقف وقفة مع نفسها، يقعدوا كده، يمكن حد يتغير. بلاش كمية الضغائن والسواد اللي بقى جوه كل حد فينا. شكرا.